السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اخواتي، بحبكم من خارج مصر ومن داخل مصر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. والنهارده بقى انا كان ابني جايب لي 3 كيلو فاصوليا خضرة، فطبعا يعني قلت طبعا هطبخ 3 كيلو، لا احنا هنطبخ على قدنا والباقي افرزه في الفريزر لاي وقت إن كان، او مفيش فلوس الواحد يطلع الكيس ويعمل شوية الخضار في ساعتها. وطبعا معروف ان الفاصوليا فيها حديد وفيها فوائد كتيرة. زي ما انتوا شايفين بنجيب الفاصوليا نغسلها غسيل كويس ونقطعها التقطيعة اللي تحبيها. هنيجي بقى في حلة كده، عاوزة تعملي في مقلاية وحبة حبة دي اللي براحتك، عاوزة تعمليهم كلهم بس هما بدنا نخدت منها للطبخ، فمتبقي بتاعي 2 كيلو ونص او حاجة. فعملتهم ب3 معالق زيت او 4 في الحلة، ولما تسخن شوية هنبدأ نحط الفاصوليا. وهي دي طريقة الحفظ الجميلة اللي بتقعد معاكي من السنة للسنة، محفوظة خضرة جميلة جدا جدا. سيبك من اللي يقول له حط كربونات وحط مش عارفة ايه حط ايه. انا طبعا طريقة مجربة وطريقة بطلعها على الاكل على طول. هنحط بقى الفاصوليا لما يتقدح زي ما احنا شايفين، حطينا الفاصوليا وهنقوم جايين مقلبينها حتى هتحسوا ان شوفي هي لونها كده زي المجرب. مجرد ما هتتحط في الزيت هتلاقوه خضارها زاد، هتلاقوا الخضار بتاعها، شوفوا زي ما انتوا شايفين، يمكن الكاميرا مش موضحاها بس الخضار بيزيد بتاعها. بتحسوا انها خضرة خضرة، يعني خضرت خضار اللي هو بقى بيخليها في الحفظ كده شكلها جميل، زي ما بنشتريها جاهزة واحسن من الجاهزة كتير كتير. بس كفاية ان انت عاملاها في بيتك وبنظافة وعارفة مصدرها وعارفة ان انت عاملاها ازاي. بنيجي بقى نحطها كلها كده وبنشوحها قيمة 5 دقايق مش اكتر. وبعد ما بتتشوح بنسيبها نفردها على صينية او على ايا كان. بس انا طبعا الكمية مش كتير، دول بالنسبة للناس اللي بتعمل بقى كمية كبيرة وبتحبها وبتحب هو ده الخضار بتاعها مثلا. انت على حسب الكمية اعملي مثلا على مرتين في الحلة كده، اعملي على مرة واحدة على حسب الكمية، انا بتكلم على حسب الكمية. بتشوحيها قيمة 5 دقايق، بتحط لها معلقة ملح، وفي نفس الوقت معلقة الملح دي هي مادة الحفظ بتاعتها. وسنة معلقة صغيرة شاي كده فلفل اسمر عشان اي روايح فيها بيحشها، يعني ما تكتريش. والملح برضو هي معلقة مش مليانة علشان هي دي مادة الحفظ بتاعتها، بحيث ان هي يعني ايه لما نيجي وقت الاكل هنحط لها الملح بتاعها ونظبطها، فما تكتريش الملح قوي، كفاية قوي. وفي نفس الوقت هتقعد معاكي من السنة للسنة. وبعدين الناس اللي بيجوا يطبخوها يقولوا ده جامدة، ده بيها، ده عليها، الطريقة دي بتخليها لك جميلة جدا جدا جدا. بجد انا مش ببالغ، جربيها، جربي طريقة الحفظ وبجد هتدعيلي وبجد هتقولي بجد يعني مدام هدى قالت لنا فايدة احنا ما كناش نعرفها، او طريقة جديدة ما كناش نعرفها. لان في ناس تسلقها وتعينها، لا ما بتسلقش. هي مجرد ما بتشوحيها في مع 3 معالق زيت على حسب الكمية، يعني الزيت ده على حسب الكمية ما تكتريش. انا نقلتها مثلا شوية في مصفى وشوية في الحلة اللي انا كنت مشوحاها فيها لان الكمية مش كتيرة. لكن انت عندك الحرية، حطها في صينية لما تبرد خالص وابدأي عبيها على قد الكميات بتاعة الاكل بتاعتك، على قد مقدار الاكل بتاعك. فطبعا الحرية ليكي انت في التقطيع وفي التكييس، المقدار اللي انت هتكيسيه. فانا زي ما انتوا شايفين كده سبتها لما بردت ورجعت نقلتها في المصفى على بعضها عشان ابدا بقى احطها في الاكياس. فهي عملت معايا طبخه، ال3 كيلو عملوا معايا طبخه وعملوا معانا كيسين. علشان احنا نظام بقى لما بنيجي ناكل مثلا بيبقوا الاولاد معانا فاحنا عدد شويه، فانا عملتها على كيسين يا دوبك كده ايه يعملوا 4 اطباق زي ما احنا شايفين. انا بعاير بكم بطبق صغير. انت بقى الكميه دي ليكي انت، تعملي 3 اكياس تعملي 4، تعملي حسب الطبخه بتاعتك، يعني المقدار ليكي. بس فوائد الفاصوليا جميلة جدا جدا، فيها حديد، فيها جميع فيتامينات، فيها يعني فيتامينات ومعادن كتيرة كتيرة. وبجد بجد يعني طريقة حفظها بتحفظيها من السنة للسنة ما بيجرالهاش حاجة. بنيجي كده نخرج الهواء اللي فيها، عاوزة تحطي الكيس كده وخلاص على كده تمام. عاوزة تقفليه بقى بطريقة حرارية هقولك برضك ازاي. انا كده بعبي الكيسة التانية، فكل كيس كده خد 3 اطباق فتبقى معايا شوية، فوزعتهم تاني على الطبقين على الكيسين. يعني كان كل كيس واخد 3 اطباق من الطبق الصغير ده. فجيت ابص لقيت في المصفى يجي شوية، قلت اما انصصهم في الكيسة دي والكيسة دي. انت بقى التعبئة والكلام ده ليكي انت، او زي ما احنا شفنا كده. وهرجع بقى اخد الشوية التانيين على الكيسة التانية وهقول لكم ازاي بنقفل الاكياس.
ممكن زي ما انا قفلتها كده ويبقى خلاص، وتحطيها وترصهم فوق بعض. وعاوزة بقى تقفليها، تسخني السكينة وتيجي كده على الحدود من بعد الفاصوليا بشوية، وتقومي قافلاها زي ما انتوا شايفين كده، وهو بيتقطع من نفسه. حسيت ان لسه حتة مفتوحة، ماشية عليها السكينة وهي سخنة تاني. عاوزة طريقة تانية بالشمعة وتقفلي، تمام. عندك استشوار وعاوزة تقفلي بيه برضك الحرارة، تمام. شوف الطريقة اللي تريحك في القفل. عاوزة تتني البوز زي ما انا يعني فرغت الهواء كده، وتتني البوز وتقفليه وتحطوهم فوق بعض في التلاجة، برضك مفيش ادنى مشكلة. لكن احنا زي ما احنا شايفين انا قفلته بالطريقة بتاعتي. حتى الكيسة دي كانت لسه مفتوحة من الجنب، حاولت وانا بقطعها كده اتفتحت. بدأت ان انا امشي السكينة على الحافية تاني لغايه ما اتقفلت معايا، فقلت اضمن البسها كيسه تانية. تمام. بالذات ديت انا بعد التصوير يعني ما اكدبش عليكم، لبستها كيسه تانية خوفا لا تطلع الفاصوليا منها او تقع في الفريزر. تمام. اه زي ما احنا شايفين كده، مشيت عليها كام مره لغايه ما اتقفلت. وزي ما احنا شايفين هنحفظها في التلاجة بكل ارتياحيه كده. هشوفوا لقيتها اتفتحت، فعشان كده لبستها. كنت انا خدتها اهوت وطبخه منها، مش هقول لكم طعمها كان عسل 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 عسل. اهو الكميه اللي خدتها من 3 كيلو. بألف هنا وصحة للي يعملها واللي يجربها. وما تنسوش تدعولي، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوا اللايك لغاية هنا. حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.